الجملة دي مش قوة، الجملة دي وصفة فشل جاهزة. أحيانًا بنقابل founder صاحب شركة هو مقتنع ذاتيًا من جوّاه كده إن هو بيفهم كل حاجة وبيفهم في أي حاجة، ودي أخطر جملة ممكن يقولها الfounder، إن أنا بافهم في كل حاجة وممكن أستغنى عن أي حد. الجملة دي مش قوة، الجملة دي وصفة فشل جاهزة. هو بيقتل النمو في الشركة بتاعته، بيقتل الcreativity، هو بيتدخّل في كل حاجة، في التسويق، مبيعات، الHR، finance، الoperation، لأن هو مقتنع إنه فاهم في كل حاجة. ده بالإضافة لإنه بيضيّع من 70، 80، 90% من وقته في الoperation اللي هو مش شغله أساسًا، وطبعًا ده بيكون على حساب شغله الأساسي اللي هو المهام الاستراتيجية اللي المفروض يقوم بيها كCEO أو كfounder حتى للشركة. والنتيجة بتكون في النهاية إن المشروع بيقف عند حد معيّن، ممكن يكون ظاهريًا شكله مشروع كبير، لكن حقيقة الأمر هو مخوّخ وهش، وما عندوش الأساس من القوة اللي يخلّيه يتحمّل أي صدمات أو أزمات ممكن تقابله في المستقبل. ثانيًا، هو بيخسر أفضل الكوادر اللي المفروض إن هو يحافظ عليها واللي المفروض إنه يستثمر كمان فيها. طبيعي جدًا إن الكوادر اللي موجودة لمّا تلاقي دايمًا الowner أو الfounder أو الCEO هو مقتنع بفكرة إن أنا فاهم كل حاجة، فده بيحبط الناس اللي موجودة. الكوادر اللي بتكون فاهمة دايمًا هتسأل نفسها سؤال، هو طب هو محتاجنا في إيه؟ يعني هو في الحالة دي هو محتاج مجرد سكرتارية تنفذ تعليماته، هو مش محتاج إبداع مننا إحنا في حاجة. وغالبًا الناس اللي بيكون عندها الكفاءة أو عندها الexperience في الحالة دي بتسيب المكان ده وبتروح لمكان تاني يقدّر الexperience دي. مش شرط التقدير يكون مادي، حتى التقدير المعنوي بيفرق كتير جدًا مع الناس اللي عندها experience ودايمًا بيحتاجوا يحسّوا بيه. في حالة إن الfounder هنا هو محسسهم دايمًا إن هو اللي فاهم كل حاجة، وإن أنتم مجرد بتنفذوا تعليماتي، هم أكيد هيسيبوا المكان ده وينتقلوا لمكان تاني مباشرةً، وبالتالي الشركة دي بتخسر الكوادر دي اللي كان ممكن تفرق كتير جدًا معاها في استمراريتها وفي نجاحها. وفي النهاية في الأغلب قرارات الشخص اللي حاسس إنه فاهم في كل حاجة بتكون قرارات مش دايمًا بتكون صائبة. أكيد بيكون له سقطات، لإن مستحيل هنلاقي حد فاهم في كل حاجة، فاهم في الsales، فاهم في الHR، فاهم في الfinance، فاهم في الtechnical حتى، يعني في الoperation نفسه هو مقتنع إن هو فاهم، فبيتدخّل وبيدّي قرارات، وبما إن هو صاحب رأس المال، فالناس بتنفّذ تعليماته للأسف. عشان كده إحنا بنقول إن رائد الأعمال الناجح مش اللي فاهم في كل حاجة، رائد الأعمال الناجح هو اللي بيقدر يكوّن team أفضل وأقوى منّه يقدر يحقق له أهدافه.